الاهلي بيستغل خسارة بيراميدز وبيفوز بالخمس اهداف على حرس الحدود. اهلا بيكم في فيديو جديد مع احمد بتاع كورة. بس قبل ما نبدأ صلي على النبي وما تنساش تعمل اللايك والاشتراك. المباراة النهاردة كانت قوية جدا ومليانة ايجابيات كتير. من الايجابيات دي فوز الاهلي في نهاية المباراة، وكمان ظهور علي معلول في المباراة. الحقيقة هو لاعب جامد، نزل المباراة وعمل لك كام كورة بخبراته وتقله في الملعب. بس بصراحة مع مشواره الكبير في النادي الاهلي هتبقى خسارة كبيرة لما يمشي من الاهلي. عموما ربنا يوفقه. نتكلم بقى عن اهداف المباراة ومين اللعيبة اللي سجلت الاهداف دي. بس قبل ما اكلمكم عنها ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك. الاهلي قدر يسجل اول هدف ليه في الدقيقة 9، واللي جاب الهدف دوت طاهر محمد طاهر. وبما اننا بنتكلم عن طاهر فاحنا مش هنقدر ننكر اجتهاده وتحسنه في المباريات الاخيرة. وبعد تسجيل طاهر للهدف الاول قدر احمد كوكا في الدقيقة 27 يسجل الهدف الثاني للاهلي. لكن في المقابل حرس الحدود ما قدرش يعمل ولا تسديدة على النادي الاهلي وما قدرش يوصل للشناوي. وهنا خلص الشوط الاول. وبدأ الشوط الثاني في الدقيقة 55، وهنا قدر ياخد وسام ابو علي تمريرة من مروان عطية ويسجل الهدف الثالث. لكن بعدها كان فيها هجمات كتيرة بتضيع من النادي الاهلي لغاية الدقيقة 73، وهنا قدر حسين الشحات يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي. وبعدها ختمها النادي الاهلي في الدقيقة 90 وسجل محمد هاني الهدف الخامس للاهلي. وبكده انتهت المباراة بفوز مهم جدا للاهلي 5-0، وده يخلي الاهلي يفرق بنقطة واحدة بس عن المتصدر بيراميدز، وبكده ترجع الامال للاهلاوية بالفوز بالدوري. لكن على الرغم من فوز الاهلي بالمباراة وتسجيله الخمس اهداف الا انه كان في سلبيات في المباراة هكلمكم عنها. بس قبل ما اتكلم عنها ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك. نرجع بقى لسلبيات المباراة. من السلبيات دي اداء بن شرقي وامام عاشور. في الحقيقة انا مستغرب جدا من اداء بن شرقي في المباراة. فين مهاراته والتسديدات اللي كان مشهور بيها؟ بصراحة انا شايف انه لازم يحسن من نفسه في المباريات الجاية، ونفس الكلام بالنسبة لامام عاشور. لكن بصراحة ما نقدرش برضو ننكر ان اداء امام عاشور في الشوط الثاني كان احسن من الشوط الاول وقدر ياخد نجم المباراة. وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. استنوني في فيديوهات جديدة واخبار جديدة عن الكورة. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك. سلام عليكم.